انا في هذه اللحظه مع واحد من المخرجين المغاربه اللي ان شاء الله غادي نوعدكم بانه غادي يكون معي ضيف في برنامج وجها لوجه على قناتكم الفضائيه دينا ماروك. اليوم كان العرض ديال فيلم مطلقات الدار البيضاء، الفنان والمخرج سيدي محمد عاهد بن سوده. الله يحفظك. وما يعجبني في السي عاهد بن سوده كما قال يعني الجواب ديالو على احدى المداخلات، انه كيحاول يقارب الموضوع ديال الهويه اللي كنفتقدوا اليوم، كنناقشوها جميعا، كنتكلموا عليها جميعا. اليوم كتحس بان كاين واحد الفيلم اللي كتفرج في الفيلم. مع الاسف انا كنمشي كثير من الافلام ما كنسميو حتى فيلم بالضبط، ولكن كتلقى بعض المرات ما كتعرفش يعني التيمه ديال الفيلم، بارك وصافي، يعني الغرض التسليه من غرض الضحك. ولكن لا، الفيلم ديال مطلقات الدار البيضاء كيعالج واحد الظاهره مجتمعيه اللي هي ظاهره المطلقات. وخاصه انا يعني عرفت، وان كان هو برر المساله هذه، علاش اختيار ديال مدينه الدار البيضاء؟ لان مدينه الدار البيضاء يعني تحتوي يعني على ثقافات مختلفه، يعني اطياف مختلفه، اعراق مختلفه، فيهم اليهود، فيهم المسلمين، فيهم المسيحيين، بالفعل. فيهم كذلك الناس ديال فاس، الناس ديال دكاله، الناس ديال الصحراء. لا، الصحراء، الناس ديال الغرب. يعني معنى انه كاين واحد الكوكتيل كتسخر بمدينه الدار البيضاء. لذلك فاحنا كنظنوا بان هذا الفيلم جا في الوقت ديالو، خاصه مع التوصيه ديال جلاله الملك حفظه الله وشفاه الله وعافاه، اللي كيطالب باعاده يعني النظر في المدونه ديال الاسره، اللي كنشوفوا على انه بعد صياغتها، بعد اخراجها، نعم. نسب الطلاق ومواضيع اخرى سلبيه تهم الاسره المغربيه في تزايد. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تزادنا هذه الافلام هذو. سعد بن سوده، الله يحفظك. سعد بن سوده، باش ما نطولش عليك، شنو تقدر توعد به المشاهد المغربي في الايام القليله المقبله ان شاء الله؟ وكنوعدهم كيف كتعرفني بعدا، اولا راك عزيز عليا انت لانه كذلك، الله يكبر بك. كيف انا انه كذلك، كاين افلام جاده، كاين نقاشات جاده، وانا كنفتخر بك. الله يكبر بك، الله يكبر بك. لان وانا اعيد فعلا كنبقى في هذه المنحه ان شاء الله. حنا كاينين شي ناس اللي كيقول لك لا لا بدلنا على صباغتنا. امين. فانا كنواعد الجمهور من خلال هذه النافذه الجميله الجاده الله يكبر على بك انني ساظل وفي ان شاء الله. لقضايا المراه ولقضايا المجتمع ولقضايا التراث ان شاء المغربي، الله، وان شاء الله نقدموا المزيد ما زال ان شاء الى الله. طول الله في وانا العمر. كنوعدك ان شاء الله تكون ضيف عندي ان شاء الله في avec احدى plaisir. حلقات برنامج وجها لوجه، اللي سبق لي استضفت فيه واحد الفنان، وقبيله عطيت الاخ المسؤول على هذه القاعه ديال الميدياتيك، عطيته الصور ديال السي محمد الشوبي، اللي هذا الله يجازيكم الله بالخير. لان هاد الناس اللي كيتنمروا على هذا السيد هذا، شوف اسمعوا لي، ما عمر الله تعالى كينتقم في الدنيا، إن الله عاجز انتقام في الآخرة. لو أن الله بغى ينتقم منا احنا جميعا بذنوبنا وبمؤاخذتنا حتى واحد ما يقع على الأرض هذه، فندعموا السيد، ندعيو معاه، نقولوا كلمة طيبة. هذا ابتلاء من عند الله سبحانه معلوم وتعالى. معلوم. واش الله اللي خلق الإنسان وكيرحمه وكيخليه في هذه الحياة كيعيش، كتجي أنت تقبر عليه وتجي أنك تفني ليه حياته؟ فتحية. هو لازم انه لا يجب النظر الى السي محمد الشوبي من هذا الجانب. نعم. السي محمد الشوبي هو انسان فنان. فنان يبصم او بصم تاريخ السينما المغربيه والتلفزيون المغربي، احب من احب صح. وكره من كره. صح. السي محمد الشوبي اطال الله في عمره وشافاه، آمين. من خيرة الممثلين صح. الذين يعني اشتغلت معهم. ماشي هو رجل العمل ذو الأول، مبادئ، نعم، ذو مبادئ. ذو مبادئ أياه، قويه أياه. وكريمه ويدلي برايه. أياه. شفاه الله وانا احبه كثيرا. الله يكبر بك. يشافيه. سي محمد الشوبي، كتشوف هذه الكلمه من سيدي محمد عبد بن سوده، قال لك اني احبك، فنطلب الله تعالى يحبنا جميعا. نطلب الله سبحانه وتعالى نكونوا خدام لهذا الوطن، كل واحد منا في ديالو، الاعلاميه، الفنيه، السوسيولوجيا ما الى ذلك. نتمناو الشفاء لك ان شاء الله. يا رب يا رب. كل المغاربه كيدعوا معاك سيدي محمد الشوبي بالشفاء ان شاء الله العاجل، آمين. لان الله قال لك سيدنا محمد اذا احب عبدا ابتلاه، وانت ابتلاك الله سبحانه وتعالى، وتكون مغفره لذنوبك ان شاء الله ولذنوبنا جميعا. سيدي محمد انا سعيد. تحياتي، شكرا. الله يكبر بك، الله يكبر بك سيدي محمد، بارك الله فيك، الله يكبر بك.